يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. حلقة النهاردة هتكون خلاصة كل المسلسلات واللي هنتكلم فيها عن افضل 10 مسلسلات في رمضان 2021، واللي هنقدم لكم من خلالها قصة وتفاصيل كل مسلسل بدون اي حرق في الاحداث. قبل ما نبدأ في حلقة النهاردة ما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ بالمسلسل رقم 10 في قائمتنا النهاردة، واللي هيكون مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، واللي من اسم المسلسل بياخدنا لواحدة من أشهر نظريات نيوتن، واللي من خلالها ممكن بحركة بسيطة تخلق فوضى لا نهائية. وده اللي بينعكس على قصة مسلسلنا اللي بيبدأ من قصة حب طموحة عن هنا اللي بتسافر لمدة 5 أيام عشان تخلف ابنها في أمريكا وياخد الجنسية الأمريكية. ومن هنا بتبدأ تتصاعد الأحداث وتتشابك بشكل كبير جدا بينها وبين جوزها حازم، وبيدخلوا الاتنين في عوالم وخبايا ما كانوش يتخيلوها بسبب اختياراتهم. المسلسل ده هيكون من إخراج وتأليف تامر محسن. المسلسل رقم 9 معانا هيكون مسلسل ظل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ومحمود عبد المغني. بينتمي المسلسل للدراما الشعبية، واللي بتحكي قصتنا عن مدرس موسيقى بيلجأ انه يشتغل شغلانة تانية بعد الظهر عشان يحسن من ظروفه، لكن مع الأحداث بتتعرض بنته لاعتداء جسدي بيقلب مجرى المسلسل بالكامل، واللي بيحاول فيها بطلنا انه يدور عليهم واحد واحد ويجيب حق بنته، وعلى الجانب الآخر يغير نظرة المجتمع اتجاههم. وده اللي بياخدنا للعديد من القضايا والمشاكل الاجتماعية والإنسانية في قالب من التشويق والمغامرة. المسلسل ده هيكون من إخراج أحمد صالح ومن تأليف أحمد عبد الفتاح. المسلسل رقم 8 في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل قصر النيل من بطولة دينا الشربيني وأحمد مجدي وريهام عبد الغفور وأحمد خالد صالح ومحمود البزاوي. بتدور أحداث قصتنا في حقبة زمنية قديمة شوية، وشبيه في فكرته بمسلسل جراند اوتيل، واللي بالمناسبة واحد من أفضل المسلسلات اللي اتقدمت في الفترة اللي فاتت. قصتنا بتحكي عن كاميليا اللي بيتوفى جوزها، فبتضطر انها تتجوز من أخوه اللي بيمتلك قصر كبير جدا، وبتبدأ تعيش معاه هو ومراته الأولى وسكان القصر. ومن هنا بتبدأ الخلافات والصراعات الدرامية والطبقية. المسلسل ده هيكون من إخراج خالد مرعي ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك. المسلسل رقم 7 معانا هيكون مسلسل النمر من بطولة محمد إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي وبيومي فؤاد ومحمد رياض. بتدور أحداث قصتنا عن شاب صعيدي بيهرب للقاهرة عشان خايف من الطار، وبيحاول يبدأ حياته بعيدا عن المشاكل، وده اللي بيخليه يشتغل في محلات الصاغة. ومع الأحداث بتبدأ تتصاعد المشاكل مع التجار بشكل كبير جدا، واللي من هنا بتبدأ رحلتنا الملحمية لبطلنا اللي بيحاول يثبت نفسه وسطهم ويواجه جميع أطراف المسلسل. وكمان بياخدنا لمؤامرات وقصص حب كلها بتدور داخل عالم وقوانين الصاغة. المسلسل من إخراج شيرين عادل ومن تأليف محمد صلاح العزب. المسلسل رقم 6 في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وجميلة عوض ومحمود حجازي. بتدور أحداث قصتنا في إطار من الصراعات والخلافات العائلية، واللي بتتمحور قصتنا عن سيدة بتضطرها الظروف إنها تسيب بنتها وهي صغيرة، ومع السنين بدأت البنت دي تتعلق بمرات أبوها وتتمرد على أمها الحقيقية. والموضوع بيبدأ يتشعب في أكتر من اتجاه وأكتر من قصة فرعية، وده اللي بياخدنا لحرب العلاقات اللي بيقودها باسل الخياط بامتياز بكاريزمته المعتادة على مدار أحداث المسلسل. المسلسل ده هيكون من إخراج سامح عبد العزيز ومن
ومن تأليف أحمد عادل سلطان. المسلسل رقم 5 معانا هيكون مسلسل كوفيد 25 من بطولة يوسف الشريف وأيتن عامر وإدوارد ورندا البحيري وأحمد صلاح حسني. بتدور أحداث قصتنا في إطار من الخيال العلمي عن تفشي فيروس خطير حول العالم بيقضي على كل البشر الموجودين، وفي الإطار ده بيحاول الطبيب ياسين اللي بيدير مجموعة طبية لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروسات إنه يحاول ينقذ البشرية من الهلاك. شبيه شوية بمسلسلات يوسف الشريف الأخيرة، ولكن المرة دي هيكون عبارة عن 15 حلقة فقط عشان يبقى مكثف ويعالج مشكلة المط اللي بنواجهها دايما في مسلسلات رمضان عامة. المسلسل ده هيكون من إخراج أحمد نادر جلال ومن تأليف إنجي علاء. المسلسل رقم 4 في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وياسمين رئيس. بتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي عن شخصيتين بتجمعهم الصدفة في ظروف صعبة، ومع الأحداث بيبقوا صحاب جدا وبيتعاونوا إنهم يحلوا مشاكلهم ويتخلصوا من حياتهم الفقيرة، وده اللي بيحطهم في مواجهة عمرو عبد الجليل وبيدخلهم في صراعات ومشاكل كتير جدا على مدار أحداث المسلسل في محاولاتهم المستمرة إنهم ما يخسروش بعض ويحافظوا على علاقتهم الأسرية. والموضوع هنا مخلوط بالطابع الكوميدي والأكشن والإثارة في أجواء من قوانين الشوارع والحارات. المسلسل ده هيكون من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى. نيجي بقى للمسلسل رقم 3 في قائمتنا واللي هيكون مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي وطارق عماد وهبة مجدي. بتدور أحداث المسلسل في حقبة زمنية قديمة في فترة الخمسينات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، واللي بتحكي لنا عن قصة كفاح موسى اللي بيتحمل مسؤولية عيلته والبنت اللي بيحبها، ومع الأحداث والظروف القاسية والظلم في الفترة دي بيضطر إنه يواجه الاحتلال بنفسه والعديد من الصراعات اللي بيتحط فيها في أكتر من اتجاه، وبتتوالى الأحداث بشكل درامي. المسلسل ده هيكون من إخراج محمد سلامة ومن تأليف ناصر عبد الرحمن. المسلسل رقم 2 معانا هيكون مسلسل الاختيار الجزء الثاني من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وخالد النبوي وإنجي المقدم ومحمد فراج. بتدور أحداث المسلسل عن بطولات ومغامرات رجال الشرطة المصرية اللي بيواجهوا فيها الخطر اللي بيتعرض له الوطن، وفي الإطار ده بنشوف المناورات والأحداث الخفية والخطط اللي بيعملوها في المهمات ومدى تأثيرها على حياتهم الشخصية وعلاقتهم ببعض في إطار من الدراما والأكشن اللي بتستمر وبتكمل على نجاح الجزء الأول. المسلسل ده هيكون من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان. المسلسل رقم 1 والأخير في قائمتنا النهاردة هيكون مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي في الصعيد عن عساف الغريب وغفران الغريب اللي بتحطهم قصتنا في صراع انتقامي على النسب والمال والحب، واللي بتحكي لنا قصة غفران الغريب اللي بيخرج من السجن وبيحاول انه ينتقم ويرجع نسب ابنه وحب حياته المسلوب منه. المسلسل هيكون من إخراج وتأليف محمد سامي. واستكمالا لقائمتنا هيكون معانا قائمة شرفية لمسلسلات ما تمش ذكرها ضمن ال10 الأوائل ولكن كان من الواجب ذكرهم. المسلسل الأول هيكون مسلسل هجمة مرتدة من بطولة أحمد عز وهند صبري، والمسلسل التاني هيكون مسلسل نجيب زاهي زركش من بطولة يحيى الفخراني وهالة فاخر، ومسلسل ضد الكسر من بطولة نيلي كريم ومحمد فراج. وكمان هيكون معانا في الإطار الكوميدي مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر ومحمد ثروت، ومسلسل عالم موازي لدنيا سمير غانم، ومسلسل خلي بالك من زيزي من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. اكتب لنا كومنت بأفضل المسلسلات بالنسبة لك، وإيه المسلسلات اللي قررت تتفرج عليها خلال شهر رمضان، وياريت تدعمني نوصل الحلقة دي لأكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات.
الحلقات اللي جاية.